السلام عليكم. أنا زياد إمام وحلقة جديدة من حلقات اس دي بي كاست أو ستودنت ديف دايف. ضيفنا النهاردة طالب زينا عبد الرحمن البنا، ولكن طالب شاطر وسابق بكتير. النهاردة عبد الرحمن هيكلمنا عن خبراته والحاجات اللي استفادها في الكلية، وينصحنا إزاي نقضي سنين الكلية بشكل كويس. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. انا مبسوط ان انا معاك يا زياد والله النهارده، ويعني شكرا على الكلام اللي انت قلته ده. مش سابق ولا حاجه والله، بس يعني بس شكرا ليك يعني. انا عبد الرحمن بن، انا في سنه ثالثه اي اي كفر الشيخ. تمام. انا حاليا بشتغل في اي سكول انستراكتور. اشتغلت في المنتور برضو. اشتغلت في كذا شركه تانية، بس حاليا يعني مع اي سكول. وبرضو مع اي تريبل اي، مع هي الفضل عليها في حاجات كتير. انا امباسدور لاي تريبل اي داي واي تريبل اكستريم. وكان في برضه السنة دي اتنين تانيين هنبقى نتكلم عنهم إن شاء الله قدام. ده بس يعني بكل بساطة. تمام، خلينا بقى كلمنا على أول ما دخلت الكلية على طول. أنت إيه أول حاجة عرفتها اللي هي على طول. الستودنت أكتيفيتي، ولا إيه أول حاجة أنت دخلت فيها؟ أول حاجة يعني هو الكلية كان مجال جديد بالنسبة لي، يعني أنا ما كنتش اتعلمت برمجة قبل الكلية خالص. فكان مجال جديد ومجال اللي هو مبهم شوية بالنسبة لي. فاللي هو أنا كنت بحب أستكشف، بحب إن أنا أشوف طب ده بيعمل إيه، طب بحب أسأل كتير قوي. فأول حاجة كان في ستودنت اكتيفيتي اسمه برين هاك. برين هاك ده كان حد يعني أكبر مننا قال لي عليه. فالمهم أنا دخلت على البيج بتاعهم على الفيسبوك. وبعدين بشوف يعني بيعملوا إيه برين هاك ده، فأنا مش فاهم أي حاجة. فلقيت فورم كان آخر بوست كده نازل، كان فيه فورم. فدخلت قدمت فيه. أنا ما أعرفش هما بيعملوا إيه، ولا الفورم دي بتاعت إيه، ولا أي حاجة. مفيش. فالمهم لقيت حد بيكلمني بعدها بيومين تقريبا، وقال لي كذا كذا انت مقدم معانا كانستراكتور. ما قدمتش يعني ما قدمتش والله. و... وبس، وعندك انترفيو مش عارف ايه. فانا ما اعرفش اصلا جو الستودنت اكتيفيتيز ده، ولا عمري دخلت ولا فاهمه اصلا. فالمهم قلت لها ماشي تمام، فدخلت. فسالتني، كنت انا تقريبا يعني اللي كنت مقدم عليه ده كان حاجه بالسي بلس بلس. فسالتني في حاجات كده في سي بلس بلس والاو بي وكل ده انا عارفها، يعني حاجات بسيطه وانا عارفها. بس انا ما جاوبتش طبعا، يعني انا ما اعرفش هي عايزه مني ايه، وانت بتسالني في ايه. ما اعرفش، تقريبا كنت متوتر اكيد، حاجات كده. فما بالظبط. جاوبتش طبعا على ولا سؤال. أه بس يعني 5 اسئله تقريبا سالتهم، انا ما جاوبتش على سؤال. قالت لي خلاص شكرا لك يا عبد الرحمن. كان انا قفلت وقلت ايه انا اللي دخلني البتاع ده وبتاع. فبس فبعدها بيومين بحكي لصاحبي اللي قال لي على الموضوع ده اصلا، فقعد يضحك وبتاع هو كمان. فالمهم قال لي خلاص ممكن ابقى اكلمها لك، يعني قلت له انت تعرفها؟ قال لي اه. فالمهم كلم البنت اللي عملت الانترفيو ديت، وقامت عامله لي انترفيو تاني، والحمد لله بقى جاوبت في تاني انترفيو ده ومش عارف ايه، وخلاص دخلت معاهم كانستراكتور. الكلام ده كان اول ترم. فانا مخضوض شويه، انت اول مره تدخل حاجه زي دي ودخلت كانستراكتور ومش عارف ايه واصلا كنت بشرح تقريبا لناس اكبر مني وناس قدي. فالموضوع كان غريب شويه بالنسبه لي يعني. فالمهم انا فاكر يعني هو عامه برضو برين هاك ده من اكتر الاماكن اللي اثرت فيا لغايه في طريقه تفكيري، او فادتني في حاجات كتير. آه، فالمهم دخلت معاهم. وانا فاكر ان اول سيشن قعدت احضر لها 3 اسابيع تقريبا. دلوقتي انا ممكن لو احضر سيشن تلت ساعه مثلا. ما شاء آه، الله. الموضوع كان مش عارف، كان رعب بصراحه. 3 اسابيع بجد بحضر لاف والس ووايل ولوب وحاجات كده يعني. فبس الموضوع كان غريب، اللي هو انا داخل اول مره وداخل، الموضوع كان غريب بالنسبه لي. بس الخضه اللي انا خدتها في الاول ديت اعتقد هي اللي خلتني اللي هو اتجرأت بعد كده ان ادخل حاجات اكبر، او ادخل حاجات في نفس الرينج يعني، او هكذا. انا فاكر ان انا بعدها بشهرين تقريبا كنت شغال مع ناس من العراق. كنت بشرح لهم سي بلس بلس برضه. اشتغلت معاهم تقريبا عظيم. 3 شهور تقريبا، حاجه زي كده. فهي اول حاجه كان برين هاك. وبعد كده دخلت في اي تريبل اي. هو بقى يعني برضو ليه انت فضل في دخلت حاجات في اي كتير. تريبل اي بالظبط؟ دخلت كان تاني ترم، يعني اول ترم كنت في برين هاك، تاني ترم كنت في اي تريبل اي. تمام. ودخلت في اي تريبل اي تاني ترم، وكنت تقريبا في، مش عارف، كنت الماشين ليرنينج.
ودخلت مسابقات معاهم، كانت مسابقه تقريبا في جامعه الازهر يعني. كملت في اي تريبل اي. تاني ترم ده كنت في كوميتي، وبعد كده الترم اللي بعده على طول اول ترم في تانية، اول ترم في تانية كنت دخلت هيد. فقدمت بقى ان انا ابقى انستراكتور تاني. تمام. فقدمت واتقبلت ومش عارف ايه. وبعد كده بعدها باسبوع تقريبا كانوا بيعملوا يعني في بقى بورد جديد هيمسك اللي هم الاربعه اللي بيمسكوا في اي تريبل اي دولت. فقالوا لي طب ما تدخل معانا عبد الرحمن. ما كنتش يعني ما كنتش اعرفهم قوي، بس كنت اروح هناك دايما في الانترفيوز ومش عارف ايه. فقالوا لي ادخل معانا، فدخلت معاهم كسكرتري. ده في تاني ترم برضه، في اول ترم برضه. والترم ده كان نقله بصراحه يعني. لما دخلت بقى ان انا مسكت معاهم البرانش، الدنيا طبعا مش فاهم اي حاجه وبتاع. بس لذيذ لو انت ماسك بقى وعمال تمانج الدنيا ومش عارف ايه. لا الوضع كان لذيذ، بس كان ضغطه. وانا فاكر في الترم ده عملت ايفنت اسمه كودت. كان عباره عن كونتست بروم سولفنج. وكان برضو كان في ناس بتتكلم، كان ايفنت لذيذ يعني كده للبرانش يعني. ومن بعدها بقى بدأت رحلتي مع اي 3 دي اي في سواء على مستوى السكشن اللي هو ايجيبت يعني، او على مستوى العالم. فدخلت بعدها يعني وانا تقريبا بقى في تاني ترم يعني. اول ترم كنت هيد وكنت سكرتري. بعد كده في تاني ترم بقى خلاص ما قدرتش اكمل في برانش لظروف ما. ماشي. تمام. ودخلت في كوميتي اسمها بازلرز. تمام. ديت على مستوى العالم. هو كده هدفهم ان هم يحطوا الغاز سواء ككود او او كالغاز فعليه. تمام. في يعني هو بروبلم سولفنج كده بس شامل بقى يعني. هو مش كود بس يعني، كان في مسائل سي بلس بلس عادي. وكان في بقى اللي هي البازل حرفيا وانت بتقعد تحلها. فهو كان كوميدي لذيذه. فهو ما كانش في حد خالص قدم فيها في مصر. تمام. فلقيت حد معانا في اي تريبل اي بعتها. وبعدين فقدمت عادي. وبعدين لقيت ان انا اتقبلت ودخلت معاهم. كنت انا اول مصري، تقريبا اول مصري والوحيد لحد دلوقتي اللي في الكوميتي اه، ما ديت. انا شفت كده. اه. ولسه فيها يعني. بس ويعني قعدت كده اشارك معاهم في الاول، وبعد كده الدنيا قلت شويه، وبعد كده بقيت بشارك. فالوقت ما كانش احسن حاجه، بس لحد ما بحاول اشارك معاهم يعني. وبعد كده دخلت امباسادور في اي تريبل اي بي اس داي. تمام. بعدها بقى على طول بدات رحله الامباسادور يعني. اي تريبل اي بي اس داي ده بيكون يوم للناس اللي مهتمه بالباور، كهرباء باور يعني، اللي هو بيبداوا يتكلموا عن التكنولوجي ديت والحاجات ديت. هي مش تخصصي قوي، بس كنت امباسادور معاهم يعني. تمام. وبعد كده قدمت امباسادور في اي تريبل اكس تريم واي تريبل دي الاثنين مع بعض. فجالي اه. اكستريم. اكستريم غنية عن التعريف طبعا. هي اكبر اه مسابقه طبعا. بروبلم سولفنج في العالم. يعني بتوع الاي شاركت سي بي فيها سي السنه اللي فاتت. هيزعلوا. بتوع الاي سي بي سي هيزعلوا مننا. لا لا، هو لا اس بي سي على عيني وعلى راسي يعني. بس انا اصلا واخد منها بلوك، بس قشطه يعني. بس اكستريم لا، هي فعلا اكبر مسابقه يعني. ده ما فيهاش نقاش يعني. اس بي سي على عيني وعلى راسي، بس اكستريم اكبر يعني. وبعد كده بقيت امباسادور لاي 3 دي داي. تمام. بس يعني هما دول الأربعة. وكمان بقى في النص كده كنت مشارك في حاجات تانية يعني. في أول ترم في أولى برضو مع يعني، أنا كنت هيد في اي تريبل يو سكرتري. كنت ماشين ليرنينج منتور في جي دي سي. تمام. وكنت إيه تاني. وكنت يعني تاني ترم في أولى أو أول ترم في أولى كنت مع اي تريبل إي اسكندرية قبل ما أدخل اي تريبل كفر الشيخ. أنا فاكر اليوم ده أول ترم في أولى خالص. أول ترم في أولى، أول ترم دخلت فيه الكلية، كنت تمام. انستراكتور في برين هاك في كوميتي البروبلم سولفنج. وكنت ممبر تمام. في كوميتي الماشين ليرنينج. تمام. وبعدها دخلت مع اي تريبل اي اسكندريه ممبر في كوميتي سمارت داتا ستراكشر. تمام. ده تمام. برضو من احسن الحاجات اللي انا دخلتها اصلا. كان بيشرح لنا معيد في هندسه اسكندريه اسمه محمد الحبيبي، انا عمري ما هنساه. تاني ترم دخلت اي تريبل اي كفر الشيخ ممبر. وبعد كده تالت ترم اللي هو اول ترم في ثانيه دخلت انستراكتور بروبلم سولفنج برضو، وكنت السكرتري بتاع البرانش. تمام. وايه تاني. وكنت في جي دي سي كمان انستراكتور ماشين ليرنينج. وتالت ترم بقى، لا رابع ترم اللي هو تاني ترم في تانية
تمام. دخلت بقى امباسادور في اللي هو كله بقى، اللي هو كل حاجه، الداي والاكستريم وبيس داي طب وبازلرز يعني. بالنسبة دول كلهم ستودنت اكتيفيتيز، امتى بدأت أول شغل اه ليك تاخد عليه فلوس؟ بدات اول شغل، اول شغل بدات خالص في تاني ترم في اولى، اللي هو لما كنت بشرح ناس سي بلس بلس. كان ناس في مصر وناس من العراق، بس ما اشتغلتش كتير، قعدت تقريبا 3 شهور بس. وبعد كده في تعرف شهر طريقة واحد او اتنين. تقدر تقول لنا الطريقة اللي اشتغلت بيها دي، لو حد هيقدر يشتغل نفس الشغل ده؟ والله بص، هو طبعا مواقع الفريلانس كتير، بس انا عارف انها صعبه. بس بيبقى في مثلا في نفس الحوار المواقع ده على الجروبات على الفيسبوك، ناس محتاجه يعني نفس الشغل. فاللي بينزل على مواقع الفريلانس بينزل على الجروبات دي، فانت بتدخل تكلمه بس. انت كلمت يعني حد على فيسبوك بيشوف يعني؟ انت. اه ايوه ايوه، كان في جروبات كتير يعني، انا دخلت على المواقع وعلى الجروبات دي. فانا المواقع ما كنتش، او لحد دلوقتي اصلا مش عارف، مش بحس المواقع دي قوي، او مش بديلها وقت. خلينا نفرق. فاستسهلت ودخلت على نفس الحوار ده في الجروبات. مثلا ناس عايزه داتا اناليسيز، ناس عايزه انستراكتورز، انا مش عارف ايه، وبتبدا تبعت لهم بس. تمام. ده كان بداية أول شغل ليك اشتغلته مع كان الطلاب، يعني إنك اه بتشرح. طب إيه الشغل تاني اشتغلته بالظبط برضه؟ اه. هقول. طب احنا كده خلصنا بس حته ستودنت حته اكتيفيتيز. ايوه يعني لحد ما تقريبا خلصنا. تمام، ماشي. هنرجع لها تاني، بس آه بس خلينا نشوف ماشي. الموضوع ده دلوقتي. اول شغل، بص اول شغل كان اول شغل حقيقي بقى، مش حقيقي قوي يعني، هو كان في شهر واحد تقريبا. آه كان في اللي هي الوزاره عملت براعم مصر الرقميه واشبال مصر الرقميه ورواد مصر الرقميه وبنات مصر الرقميه. في اشبال المنتور اللي كانت ماسكاها، فاشبال المنتور كانت ماسكاها. فكانت محتاجه كوردينيتورز تنزل تقريبا اوف لاين كوردينيتور، بتنزل يومين في الشهر تقريبا، مش عارف تاخد في اليوم لا مش باليوم، انت على حسب السيشنات تاخد مش عارف السيشن 300 400 جنيه. فالمهم لقيت حد من اي تي بي بعت لهم رقم يعني من غير ما اعرفش ازاي، ما اعرفش مين اصلا ده لحد دلوقتي. فقالوا لي حد من اي تريبل اي عمل لك ريكومنديشن وتنزل معانا. انا ما اعرفش ايه توصيل الشغل اصلا. سالوا لي يومين في الشهر، قلت لهم ماشي. كان هنا بينزلوا في كل المحافظات يعني، فكنت في البحيره. فنزلت تمام. معاهم من شهر اتنين تقريبا لحد شهر 8، كنت بنزل يومين في الشهر. كنت باخد تقريبا في ساعات ينزل لي 800 جنيه، ساعات 1000 وحاجه. ساعات ما ينزلش، انت ما رحتش بقى كده يعني. كانت حاجه يعني لذيذه بصراحه، ما علينا. يعني انت المهم اشتغلت ده كان اول بالريكومنديشن، حاجه. ما عملتش انترفيو؟ لا لا ما عملت، ما مش تمام. محتاج اعتقد يعني. بس حاليا نفس الجوب دي اعتقد بيبقى لها انترفيو اصلا ولا تاسك يعني. انا فاكر الباتش الجديده الناس اللي اعرفها مقدمه على سايت كوردينيتور ديت، بيعمل لهم انترفيو، بيعمل لهم تاسك يعملوه حاجات كده، ما حضرناش احنا بصراحه. كبير. فبس ثانيه كده. ده تاني ماشي. شغل وبعد كده اشتغلت. ده تاني شغل يعتبر. آه وفضل مكمل بقى يعني، فضل مكمل لحد الاجازه اللي فاتت دي اصلا. ماشي. تمام. كانت فبراير 24. فخلينا نكمل في حوار 24 ده. آه ماشي. بدأت مع المنتور، وبعد كده جت الانترنشيب بتاعت اورنج. دي من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا وفادتني بشكل دي غبي، كانت اول سواء انترنشيب اخدتها؟ كاشخاص عرفتها. كانت هي كانترنشيب وككورس في نفس الوقت يعني. هي كانت في اورنج ديجيتال سنتر اللي كانت في ابراج ساويرس، اللي هي على ممشى اهل مصر ديت. ما كانتش في الشركه نفسها، بس كانت كانوا مهتمين بينا قوي. وكنت بجد باخد حاجات بالسي بلس بلس غبيه يعني. فدي كانت اول انترنشيب يعتبر. وبجد من الحاجات اللي عرفتني على ناس بجد يعني، بحبهم جدا يعني. وفادتني يعني ان انا كنت شغال اي بالبايثون. هي بقى كانت انترنشيب دي بالسي بلس بلس، ان انت كل حاجه كنت بتعملها فروم سكراتش. كنا يعني بنوصل لدرجه ان احنا ساعات بنكتب 2000 سطر كود في فايل واحد. هو غلط، عظيم. غلط قوي ده اللي احنا بنعمله، بس كنا مجبرين يعني. بس كانت لذيذه، قعدت تقريبا 6 شهور او 7 شهور، وكانت لذيذه يعني. الاجواء بتاعتها كانت حلوه صراحه يعني. في دي كانت معاها بدات في شهر اتنين برضو. وبعدها بدات رواد تقريبا، رواد مصر الرقميه بدات في شهر 4.
او ثلاثه، بدانا في شهر ثلاثه، مش عارف سيشنين كده او حاجه. وبعد كده قفلت. هنا بقى بدات حاجات كتير تبدا مع بعض. وبعدها في شهر خمسه، يعني اتنين تلاته اربعه خمسه، حصل في شهر خمسه ده موضوع بقى شغل. كنت شغال كمبيوتر فيجن مع شركه، تمام، اشتغلت معاها 6 شهور. هو ايه اللي حصل في شهر خمسه ده بمواقف اللذيذه برضه. كان في يوم، كان الميد ترم بتاعي من حد، من تمام. حد وكان الايفنت ده تقريبا السبت بتاع رايز اب. ماشي. تمام. فالمهم ايه، انا رايز اب من الايفنتات رايز اب دي الصعبه اللي انت بتاعت تلاقي لها. انتربرينورز وبزنس وكلام من ده، صح؟ اه ايوه ايوه، بس كان اه، فيها تك، كان اللي فيها بيروح كان فيها فيها تك نجاتي كتير. والكلام ده. كان فيها تك كتير. فرايز اب ايه، من الايفنتات الصعبه اللي انت تلاقي لها تيكت فري، يعني مثلا فعلا تكني فعلا. او جونيوركس او كده بتلاقي لها. فهي مثلا لو انت شغال في شركه ممكن تجيب لك او كده. فرحت رايز اب، ما رحت يعني لسه قبل ما اروح. فانا ما لقيتش. فجيت الجمعه بالليل لقيت واحد صاحبي في اي تريبل اي نزل كده ستوري، حد عايز رايز اب. فرحت عامل له انا ما اعرفش اروح ولا، انا عندي ميد ترم بعدها بيومين. تمام. بس قلت له ابعت. فالمهم ايه، وانا يعني بعتها لي وانا ما اعرفش هروح ولا لا برضه. فالمهم جيت تاني يوم. الايفنت كان الساعه 4، دي حاجه غريبه جدا يعني. تمام. فالمهم صحيت تاني يوم على الساعه 12 او واحده. فالمهم ايه، اروح ما اروحش. قلت انت لسه هتفكر، هو الايفنت يجي كل كام مره يعني، مش مشكله الامتحان بتاع صح. بكره. رحت لابس وراكب انا اقرب عوض قطر. في الفاينل. رحت لابس وراكب اقرب قطر ورحت رايح لوحدي. انا مم. الايفنتات دايما بروح مع اصحابي كده، فرحت لوحدي. فقمت رايح، ماشي. وبعد كده ايه، رحت الاول انا رايح لوحدي بقى، مخضوض شويه، مش عارف مش مخضوض بس رايح لوحدي بقى، فعادي انا بتعامل. فقعدت بقى اروح للشركات واتكلم ومش عارف ايه. وبعد نص ساعه انا ماشي كده لقيت حد كبير، مش كبير قوي يعني، عشرينات كده، 27 مش عارف ايه، كشكل يعني انا بشبه عليه كده، بيقول لي انت عبد الرحمن البنا. فانا اتخضيت، قلت له على حسب. مم. فقال لي لا ما تخافش وبتاع، قال لي انا كذا كذا، انا كنت في كذا يعني ومش مم. عارف ايه، وانا عارفك من الفيسبوك ومش عارف ايه. فهو يعني هو كان في كفر الشيخ واكبر مننا بثلاث اربع دفعات. فتعرفت عليه، ازيك عامل إيه؟ مش عارف ايه. قعدت معاه بتاع 3 ساعات تقريبا. طب حلو فقعدت معاه والله. كتير. وقعدنا نتكلم في حاجات كتير ومش عارف ايه وبتاع، وفادني بصراحه قوي، ولسه يعني على تواصل معاه. عظيم. فبعد كده ايه، هو ماشي وانا كملت. فرحت كده الشركه، انا بقى بروح لكل شركه، مش بقف كده اروح اخد الجيفت او لا، بقف اتكلم معاهم فعليا، بتكلم، بتناقش معاهم ومش عارف ايه، مم. الشركات. تمام. فانا اللي اتكلمت معاهم يعني. فكانوا عاملين سحب على لابتوب تقريبا، فانا دخلوني السحب ومال. فدخلت السحب وقالوا لي تعالوا الساعه 8. تمام. فرحت الساعه 8. فقالوا لنا لا احنا هنأجل السحب ساعه. تمام. فالمهم ايه، قلت لهم ده انا بسافر، ما همشي بقى ومش عارف ايه. قالوا لي براحتك يعني، شوف كده وبتاع، بس حاول تستنى، هي تستاهل مش عارف ايه. فقلت لهم ماشي. فرحت رايح، قلت مش مشكله، ما جاتش على الساعه هستنى وخلاص. فاستنيت. فكده رحت رايح الساعه 9 تاني. فحصل بقى الحوار اللي قلت لك عليه ده، اللي هو ايه، ان انا آه ان انا قعدت اتكلم معاهم في الاي اي ومش عارف ايه وكده. ده كان الساعه 9 ميعاد السحب. فكان واقف جنبي راجل ومراته ومش عارف ايه وسمعني تقريبا. فالمهم انا ما كسبتش في السحب. بس لما خلصت الكلام معاهم، قام الراجل ده قال لي تعالى عايز اتكلم معاك شويه. قال لي انت بتعمل ايه، طب ايه مش عارف ايه بتاع. قعدت احكي له. بعدين قال لي انا كذا كذا وعندي شركه اسمها كذا وعايزك تشتغل معايا. قلت له ماشي، كلام جميل، طب عظيم. هنعمل ايه. قعد يحكي لي وطلع لي كده التابلت، قعد يشرح لي الشركه ومش عارف ايه بتاع. وهو بيطلع التابلت، فكان فيه ظاهر علامه بتاعت الشركه اللي والدي شغال فيها. تمام. فقلت له انت تعرف مم. الشركه ديت؟ قال لي ده انا شغال فيها. قلت له طب تعرف كذا كذا؟ قال لي قلت له ده يبقى والدي بقى. فالمهم بجد صدف غريبه في يوم واحد. بس مم. يعني قعدنا نكمل كلامنا. وقال لي خلاص، قلت له انا الفتره دي في الامتحانات، فهخلص واكلمك. ده كان امتحانات الفاينل مش الميد، يعني انا افتكرت كان الفاينل مش الميد فعلا. ما علينا. فالمهم راح قايل لي ندخل ميتنج او كده. فدخلت معاه بعدها بيومين ميتنج. وبعد كده قال لي خلاص اسبوعين تخلص الامتحانات وندخل. ففتره الامتحانات دي كان مديني كام تاسك اعملهم. وبعد كده دخلت معاه بعد الامتحانات، اشتغلت معاه فتره حلوه يعني. بس ما كملتش لأسباب برضه بغض النظر يعني. ماشي. آه
بس كان فتره برضه استفدت منها بصراحه يعني، وعرفت ايه نقاط ضعفي وايه نقاط قوتي كده. كان نقط ضعف مثلا ان انا ما عنديش خلفيه بالسوفت وير. عندي خلفيه بالسوفت وير انجينيرنج، بس ما عنديش خلفيه ان انا اشتغلت مثلا بروجكت كامل، وانا حطيت عرفت اربط الاي اي بالبروجكت كله. فده اتعلمت شويه في الشغل بصراحه، وعرفت ان انا لازم اشتغل عليه اكتر، ان ده اهم حاجه تقريبا، او حاجه من الحاجات المهمه ان انت كاي اي ديفلوبر او اي حاجه، انك لازم تعرف تدخل شغلك مع باقي الناس، سواء بقى كموبايل ابلكيشن. وكان ميزه كمان في الشركه دي ان هي كان فيها موبايل ابلكيشن وويب سايت، فكنت بحاول اتعلم الاثنين. بس فلازم تتعلم حاجه شبه ديت يعني. ومع الشغل بقى كنت في اورنج وكنت في رواد. يعني مع الشغل كان بيكون عندي اورنج وعندي رواد، وكان بيكون عندي اي سكول بقى اللي بدأت كمان في شهر 6. تمام. اي سكول انا كنت مقدم عليها في اخر اولى ان انا عايز ابقى انستراكتور في اي سكول، مقدم على الويب سايت عادي ومش عارف ايه. ف اترفضت، تقريبا اترفضت اترفضت. ب- بعدها ب 8 9 شهور لقيت رقم بيرن عليا، بيقول لي انت عبد الرحمن البنا؟ قلت لهم اه. قالوا لي احنا اي سكول وعايزين انستراكتور اوف لاين في دمنهور في بروجكت كذا كذا، ورد علينا حالا، او مش حالا، رد علينا النهارده يعني. فقلت لهم تمام. ورديت عليهم ماشي. الاوفر كان حلو بصراحه، وانا كنت عايز اشتغل معاهم. انا ما اعرفش ليه، بس انا كنت عايز اشتغل مع سكول. تمام. بس فوافقت. وانا كنت قاعد على القهوه اصلا مع واحد صاحبي في كفر الشيخ، كنا مخلصين يوم دراسي وقاعدين. آه فبس يعني، فجات لي اول شغل مع سكول، كان اول بروجكت اللي هم كلموني فيه ده. وبعد كده اشتغلت معاهم كام بروجكت تاني. ثلاث ثلاث مشاريع تانيين. اه دي واحد اثنين ثلاث مشاريع تانيين، وانا في المشروع الرابع حاليا يعني. اللي هو تمام. بس اخر عظيم. مشروع ده انا شغال معاهم فيه ده دلوقتي شغال ريموت يعني. لكن كل المشاريع اللي فاتت كنت شغال اون سايت. فمع بقى الشغل مع الشركه، مع اي سكول، مع رواد، مع اورنج، كنت بتفحت. بس الحمد لله خلصت اورنج، وبعد كده رواد ما كانش تقيله قوي لحد ما و... وبس، مع- ووقفت شغل مع الشركه. عاوزين نعرف انت كنت ازاي بتمانج الكلام ده كله، يعني بتنظم وقتك ما ازاي؟ اعرفش، هو يعني بجد كان بيبقى ضغط كتير. بس في اولويات يعني، انت اولوياتك دلوقتي مثلا تسلم تاسكات الشغل. فانت بتخلص الاول. في وقت بتحاول يعني كان اولويات الشغل طبعا اول حاجه اي سكول والشركه اللي كنت شغال فيها، يعني مش عارف ليه مش عايز اقول اسمها بس قشطه. ف ماشي، براحتك. فكانوا الاثنين دولت. فبسلم اللي عليا. واي سكول طبعا كان واخد كتير من وقتي عشان كان اوف لاين، كنت بنزل. اي نعم كان جنب البيت بس مش مبرر برضه، بس كنت بنزل. وطول اليوم كنت ببقى بره. وكنت بخلص في النص كده تاسكات الشغل لو في بريك او حاجه. وبرجع بقى بحاول على قد ما اقدر اعمل اي حاجه في رواد او اورنج. بس واحده واحده اورنج خلصت شهر 7، يعني خففت الحمل شويه. ففضل رواد والاثنين دولت. وبعد كده بعدها آه، يعني اي سكول ما كانش متواصل، كان بروجكت يخلص تاخد بريك مثلا اسبوع اسبوعين، البروجكت اللي بعده وهكذا يعني. فكانت الدنيا لحد ما كويسه يعني. بس هي طبعا في حاجات طبعا كانت بتقع يعني، اكيد اثرت في حاجات في مكان ما، بس ما اعرفش ايه هو. بس كنت على قد ما اقدر بحاول ان هو ارتب الاولويات وابدا كده اشتغل عليها من الاول للاول وخلاص. ده اللي كنت اقدر اعمله يعني. بس عظيم. طب عبد الرحمن، كونك دخلت في ستودنت اكتيفيتيز كتير واشتغلت وانت طالب، معنى كده ان السي في بتاعك كويس وبيعدي في اماكن كتير. ما تقول لنا عملت السي في بتاعك ازاي؟ انا هوريك، بس يعني مش شرط ان هو من السي في خالص يعني. لو خدناها واحده واحده، كشغل اللي اشتغلت في الكمبيوتر فيجن ده مش بالسي في. هو الراجل شافني يتكلم معاه. المنتور واي سكول، ممكن اي سكول كان يكون بالسي في. بالنسبه يلا لل بالنسبه للسي في اه. يعني عامله عادي. بدخل اللي هو فيه تمبلت كده لذيذ على بلس في بي. حاطط الاكسبيرينس بتاعتي سواء كشغل او كانترنشيبس، وحاطط مشاريع. حاطط مشاريع كتير. وهو برضو على حسب كمان انت مقدم في ايه يعني. انا بدخل على برو سي في، هو تمبلت موجود وحاطط الحاجات الاساسيه. بدخل كل شويه بغير الحاجات دي على حسب اللي انا مقدم عليه. لو انا مقدم على انستراكتور،
في مثلا في الماشين ليرنينج، فانا بحاول ان انا احط في البروفيشنال اكسبيرينس ديت اغلب الحاجات اللي اشتغلت فيها كانستراكتور، واغلب الستودنت اكتيفيتيز اللي دخلت فيها كانستراكتور. والسكيلز بحاول احط مثلا سوفت سكيلز اكتر هكذا. لو انا مقدم على ديفلوبر، لا بحط مثلا ان انا اشتغلت اي اي ديفلوبر، مثلا ان انا خدت انترن في اورنج مثلا تدريب بتاع رواد ده. ممكن احط واحده انستراكتور بس، بحيث ان انا مثلا عندي فرايتي في السكيلز يعني. مثلا احاول احط مشاريع كتيره ومشاريع مهمه، يعني مشاريع صعبه احاول احطها. السكيلز بقى ادخل كلها تكنيكال، ممكن احط حاجات بسيطه سكيلز. كذلك في الفولنتيرنج برضو احط الحاجات اللي دخلت فيها في كوميتي، مشروع عملته، مسابقه كده. يعني هي بتبقى على حسب انت مقدم على ايه، وبتبدا تحط على اساسه. هو يعني تمبلت بسيط، اللي هو ابسط تمبلت، اللي هو مش فارقه. يعني ما فيش سي في معين؟ يعني السي في كل شويه بيتغير بتاعك على حسب ايوه ايوه، على البوزيشن حسب اللي انت هتقدم مقدم على عليه. ايه. وهو يعني بجد انا شايف ان السي في ده يعني اقل، يعني مش هو اللي هيجيب لك الشغل برضه يعني. في حاجات كتير قوي ممكن تجيب لك شغل غير بس السي هيجيب في لك يعني. الانترفيو على الاقل، يعني خليك تدخل الانترفيو. ماشي، بس هو السي في يعني ابسط حاجه. أنا ممكن ابعته لك بعد بعد السيشن. بس هو حاطط فيه الحاجات اللي انا عملتها بس، يعني مش مخترع فيه خالص. تمام. مم. بس دلوقتي دلوقتي يا عبد الرحمن، انت من اول مره عملت فيها انترفيو ما اتكلمتش خالص، ما كنتش عارف تتكلم، لحد ما وصلت ما شاء الله حاجات كتير دلوقتي بتعملها. فعديت بانترفيوز كتير في النص، ازاي اتعلمت بقى انك تعدي الانترفيوز دي ويعني اتعلمت ازاي من الخطأ بتاعك بتاع اول مره؟ هو انا اتعلمت بعد ما بقيت اعمل انا انترفيوز يعني. انا فاكر اول ترم ده هو اللي عملت فيه الانترفيو ده، وده المره الوحيده اللي توترت فيها عامه يعني. تاني ترم لما دخلت في جي دي اس سي واي تريبل اي، انا فاكر ان انا في يومين في جي دي اس سي عملت ل 38 واحد انترفيو، يا كان كله اونلاين. وعملت في نفس الاسبوع اللي في اي تريبل اي اوف لاين بقى لحوالي ممكن 15 20 كده. ففي اسبوع واحد عملت كل ده. فان انا لما اتحطيت ان انا بقيت بعمل انترفيوز، خلاص انت فهمت الليله ماشيه ازاي، فهمت إيه اللي بالظبط. بيتسال، عرفت كده. لكن دلوقتي بجد اقعد قدام اي حد، مش اصل هتوتر ليه يعني؟ مفيش خلاص، هيحصل ايه يعني؟ صح ولا اي حاجه. صح. بجد ولا اي حاجه هتحصل. ادخل واثق من نفسك يا باشا، اتكلم بثقه. حاجه مش عارفها اقول مش عارفها، عادي، عادي بجد. فالحمد لله هي بتيجي طبعا بالحاجات اللي انت بتحتك بيها كتير، مش عارف ايه بس، وتلاقي نفسك واحده في واحده ان انت اصلا ولا فارق معاك. بس عظيم. طيب عبد الرحمن، انا ملاحظ ان انت ما شاء الله نشط على لينكد ان، بتنزل بوستات كتير، بتوثق كل اللي اتعلمته واللي بتشارك فيه. ازاي بتعمل ده وبتنزل بوستات لما حد يشوفها بيحس انها فورمال قوي كده وشكلها جميل، واللي هو بيبقوا عايزين نكتب البوستات دي بس مش عارفين ازاي بتعمل الكلام ده؟ بص، هو اول حاجه في لينكد ان هو الموضوع بسيط يعني. هو بس الفكره ان هو يكون جديد شويه يعني. انا فاكر اول ما فتحته قعدت فتره ما نزلش عليه عشان انا مستغربه، انا مش اول مره اشوف لينكد ان ده. فبكل بساطه انت بتبدا بس تشوف اي توتوريال كده بيعرفك بس ايه الفيتشرز اللي فيه، ازاي تكتب عليه، ازاي تبوست. اعتقد الحاجات دي حتى مش محتاجه توتوريال، انت لو قعدت لعبت فيه كده شويه هتوصل لده. فانت اول حاجه اول ما بتعمل اكونت بتبدا تظبط جزئين ماشي او ثلاث اجزاء. اول جزء جزء الفولنتيرنج، احنا كطلبه فاعتقد ده اكتر جزء احنا ممكن ننفست فيه. تمام، فبتبدا تظبط والله انا دخلت مثلا كذا ستودنت اكتيفيتي ده وده وده وده، فابدا احطهم في الفولنتيرنج. اقول والله مثلا انا كنت في اي تريبل اي مش عارف ليد في كذا، انا كنت امباسادور، وابدا احط مثلا ديسكريبشن للحاجه دي انا عملت ايه فعليا، وابدا احط صوره بتوثق ده. يعني مثلا في كود الليد ديت اللي انا حاططها، قلت والله ان هو كان في ايفنت انا عملته اشترك فيه 15 تيم، وكود ده بيهدف لايه. وبعد كده حطيت صوره اخر صوره صورناها سوا مثلا في البروم سولفنج، حطيت الشهاده اللي انا اخدتها، وكتبت انا شرحت ايه للناس هكذا. فانت بتبدا في الفولنتيرنج تحط التايتل بتاعك وكنت فين، وتشرح انت عملت ايه. لان انا لما اشوفك كده انت فعلا
في برين هاك انت شرحت سي بلس بلس، وفي اي تريبل اي شرحت ماشين ليرنينج، ده انت عندك فرايتي في السكيلز بتاعتك، وعملت مشروع، حطيت اللينك بتاع المشروع وهكذا. فبتبدا تظبط حته الفولنتيرنج. تمام. بعد كده بندخل على حته الشهادات. انا مش مهتم بيها قوي حاليا، بس الاول كنت بحط يعني الشهادات عشان شايف انها ملهاش لازمه بصراحه بالنسبه لي. فبقيتش احط يعني. بس انت احط كل شهاداتك اللي اخدتها وحطها في شهادات، واكتب من انهي جهه ايا كانت. وبعد كده حته الاكسبيرينس، ودي اهم حاجه. اي انترن انت نزلتها تكتب بقى الانترن مثلا لو في رواد، اعتقد في ناس كتير بتبقى في رواد اليومين دولت، يعني ناس كتير قوي دخلتها. تكتب مثلا والله انا كنت داتا انجينير او داتا ساينس او كذا وكذا، واخدت كورسات كذا وتعلمت السكيلز دي، تبدا تحط الشهاده بتاعتك وهكذا. فلازم تظبط حته الفولنتيرنج والاكسبيرينس عشان ادخل عندك الاقي الاكونت في حاجه انت عملتها فعلا. تمام. ده اول جزء. تاني جزء بهتم بيه هو الحاجات اللي انا اوثقها. انا دلوقتي شايف ان انا مبسوط ان انا رحت مثلا ايرور كامب بتاع اي تريبل اكس 3 وشرحت فيه. انا كعبد الرحمن انا شايف ان دي حاجه انا محتاج اوثقها. تمام. فابدا اوثق الحاجه دي على لينكد ان. تمام. مثلا شايف ان انا اخدت شهاده، او شايف ان انا مثلا الانترن بتاعت اورنج دي شايفها مهمه قوي بالنسبه لي، فعلا فادتني جدا. فانا وثقت ليها اكتر من بوست، فقمت بنزل كذا بوست بكذا شكل. مثلا بوست ان انا بشكر صحابي وزمايلي، بوست تاني ان انا إيه الحاجه الفايده اللي انا طلعتها من الانترن ديت وهكذا. مثلا رحت ايفنت، يعني انا كنت في ايفنت اسمه انجينيركس ميت اب، ميت ابس تقريبا او مش فاكر. كان ميتنج، يعني يعتبر ميتنج مش ايفنت، انجينيركس اللي عاملاه. كان كل اللي حاضرين فوق ال5 سنين خبره. انا الوحيد اللي كنت حاضر طالب. فما اعرفش ازاي اتقبلت. هو اصلا كان في ان هو فيس بتعدي عليها قبل ما تدخل الميت اب ديت، فانا قدمت عادي ولقيتهم قبلوني ورحت. انا الوحيد اللي كنت طالب. تعرفت على ناس كتير جدا شغاله في المجال، تعرفت على السي او بتاع انجينيركس اصلا. تعرفت على ناس كتير شغاله في مجال الاي اي، وناس شغاله في مجال الديفوبس، واخدت ارقامهم وبتواصل معاهم. تعرفت على ناس واحد شغال في نوكيا، وكان حد كان شغال في فوري ساعتها وبتواصل معاهم حاليا برضو. وثقت ده طبعا، ده مهم جدا. ده ايفنت غير حاجات كتير، فوثقت الايفنت ده. مثلا اكستريم بدات كنت وظيفه الامباسادور عامه ان هو يشير المسابقه والايفنت او كذا. بدات اشير الاكستريم. مثلا في اي سكول بدات اوثق اللي انا اتعاملت معاه، الريت بتاعي على اي سكول هكذا. كل حاجه انا بقول بوثق 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 حرفيا. بس انا بوثق حاجه انا عملتها، بروجكت، شغل، ايفنت، شهاده. ساعات بنزل بوست كده عن توبيك معين واتكلم عليه هكذا. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتوثق. يعني انا كنت بتكلم مع حد في الموضوع ده من يومين، حد اصغر مني. فكان بيقول لي اصل انا مش عارف انزل ايه. قلت له يعني ايه؟ قلت له مش انت عامل مثلا بروجكت كذا؟ قال لي اه. قلت له طب مش انت مثلا رحت هنا؟ قال لي اه. قلت له طب ليه ما وثقتش ده لنفسك؟ يعني انت بتدخل كده على الاقل خالص ان انا لما بنزل تحت خالص كده بشوف التطور بتاعي. اه ده انا في الاول خالص كنت ما بعملش اي حاجه، بس بعد كده بقيت بعمل ده وبقيت بعمل ده. فبتبدا ترتاح نفسيا اصلا يعني. قلت له انت وثق عشان انت عايز توثق حاجه ليك تشوفها بعدين. بس خدها بالمنطق ده، هتلاقي نفسك مش فارق معاك بقى حد يشوف البوست بتاعك ويقول ايه اللي بيعمله ده، او مثلا حد يتريق او لا 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 خالص. قلت له محدش مهتم. يعني انا فعلا متاكد مليون في الميه ان محدش مهتم بنسبه 90% او 100% ان هو يدخل عندك ويقعد يفصص اللي انت منزله وده عامل ايه وفين. لا خالص. قلت له محدش مهتم. هو انت بتوثق لنفسك ان الاكونت بتاعك يكون فيه فعلا شغل، وفيه حاجات كتير انت عملتها وهكذا. بس لان فعلا انا لما بدخل على اكونت حد مثلا، انا مش مهتم قوي هو عمل ده فين وليه وامتى وايه ده ده في غلطة في الإملائية في السطر الثالث فلازم يعدل. لا لا خالص. ما فيش الكلام ده. هو محدش فاضي ان هو يعمل ده. فانت بتوثق لنفسك بس. دي كده بحته التوثيق وحته الاكسبيرينس. في حاجه ثالثه برضو اهم حاجه، ان انت تبدا تحاوط نفسك بنفس الناس اللي المجال بتاعك، او نفس الناس اللي في الشركات اللي انت بتستهدفها. فانا بعمل ايه؟ والله ممكن تسرش بالتايتل بتاع الجوب مثلا، او بتلاقي ناس طالعه قدامك ماشين ليرنينج انجينير فتبعت له كونكت. دي اول حاجه. تاني حاجه مثلا الشركات. يعني انا مثلا ايه، ممكن ادخل على فاليو مثلا، انا مهتم بفاليو مثلا. ادخل على البيبل اللي في كده بيبقى، يعني لو كتبنا فاليو ماشي بيبقى في كده خانة في مش عارف جوب مش عارف حاجات كتير كده، وفي منهم حاجة البيبول، الناس اللي شغالة في الشركة دي تدخل عليها، تبدأ تبعت كونكشن للناس اللي موجودين في فاليو في نفس المجال بتاعك. فهتبدأ تبعت لهم، فانت كده حوطت نفسك بيهم.
تدخل على شركه تانيه مثلا اجاده مثلا، هو عامل نفس الموضوع. مش عارف انت دلوقتي مهتم بالسوفت وير انجينيرنج عامه، تبدا تشوف الناس اللي بتتكلم على السوفت وير انجينيرنج وايه، وتتابعهم او تبعت لهم كونكت. كونكشن. مثلا انا مهتم بالداتا اناليسيز فاعمل نفس الموضوع وهكذا. فانت بتبدا تسرش على الشركات اللي فيها الناس نفس شغلك، او بتلاقي الناس اللي طالعه لك او الناس اللي انت مثلا عارفها او الناس المشاهير او ايا كان، تبدا تبعت للناس اللي في مجالك. مش فارقه بقى هو طالب هو خريج هو كذا هو كذا، بس انا حد مهتم بنفس اللي انا مهتم بيه، فابدا اعمل ابعت له كونكت وهكذا. بس حاجات بسيطة، وابدأ كل يوم. لو قعدت ساعة ساعتين على لينكد إن أعتقد بتبقى مفيدة. بتلاقي ناس منزلة شغل، ناس منزلة كورسات، ناس منزلة واحد بيشرح حاجة بيلخص حاجة، عامة في استفادة. بس لما تضيعهم على الفيسبوك أو انستجرام أيا كان. بس فهو الموضوع كله محتاج إنك تستمر في إنك تفتحه كتير وتعدل عليه كتير. بس فأنا بدخل كده كل أسبوعين ثلاثة، شوف لو حاجة جديدة أضيفها، حاجة أنزلها. شوف لو بقالي كتير ما نزلتش بوستات، أبدأ لا أنزل عشان بقالي كتير ما نزلتش، هكذا. بس عظيم. طيب عبد الرحمن، دلوقتي في طلاب كتير زينا كده، ساعات بتكون مش عارفة الشغل يجي منين ليه. هو كطالب مثلا هو مذاكر سي بلس بلس كويس وشاطر، عاوز يشارك ستودنت اكتيفيتي بس مش عارف امتى هتفتح وازاي يقدم، حد ينصحه وازاي يتقبل. فا ايه رأيك لو تعمل كده شانل على واتساب تنزل فيها كل الحاجات دي، ما اللينكات فيش بتاعت أي اي مشكلة. شغل ليه علاقة بالطلاب بس؟ ما فيش أي مشكلة، تمام. كويس. بس برضو في تمام. الحتة ديت عايز أتكلم في حاجة. إن هو تمام. الموضوع كله توفيق من ربنا، ده أولا. ثانيا إن هو أنت مش بإيدك حاجة. أنت بإيدك إيه دلوقتي؟ إن أنا أدور. يعني أنا فاكر إن أنا ولا شغل من اللي جيت من اللي وصلت له أو اللي اشتغلت فيه ساعتها، بجد ولا شغل. سواء مع المنتور أو أي سكول أو كديفلوبر أو كأيا كان، أو ولا شغل من ده ساعتها. اي نعم انا بسعى ان انا اشتغل، بس ما رحتش هنا وقدمت وكملت واتقبلت، لا. هو الموضوع كله حاجات اسباب، اسباب كرم من مع بعض. ربنا. ان انت مثلا اول حاجه ان انت مش قاعد. انا مثلا دخلت ستودنت اكتيفيتي واي تريبل اي ومش عارف ايه وبتاع، اتعرفت على حد، هو اللي كلمني حد ادخل المنتور. بعد كده مش عارف قلت طب ما اروح الايفنت ده، انا ممكن يكون مهم اعرف منه حد. فقابلت الشخص اللي اشتغلت معاه. وبعد كده اي سكول لقيت ان حد كلمني عشان انا كنت مقدم قبل كده واترفضت، فكلمني تاني وهكذا. هو الموضوع كله انا شايف ان انت بتجتهد، انك بتذاكر وفي نفس الوقت بتحاول تتعامل مع العالم الخارجي، مع الناس، تشارك في حاجات، تروح ايفنتات، مش قاعد عامة. يعني انا مثلا مش بحب ان انا ايه اقول ده انا قدمت النهارده على 100 شغل على لينكد ان وما جاليش ولا واحد. طبيعي عادي، يعني عادي. انت مثلا اعتقد كان حد قال لي قبل كده ان هم الناس اللي بتنزل شغل على لينكد ان ده قليل قوي لما حد بيتقبل، لان هو اخر حاجه بيختار منها تقريبا الحته دي. ان هو لا، ده في تانية. في اول حاجه ان هو بيشوف الناس اللي معاه في الشغل ويجيب اعمل له ريكومنديشن لحد ريكومنديشن ويدخل. وكده، بالظبط، بالظبط. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو لا لا، او دي حاجه الوحيده تقريبا ان هو بيبدا يشوف اسهل له، بدل ما انزل انا على لينكد ان او افتح فورم يا جماعه قدموا، لا، ما انا ببساطه كده يعني اكسب وقت واجيب حد على طول وهكذا. فهو لا، انت اتحرك. انزل ايفنتس كتير، اي ايفنت روحوا فيه، تكني، رايز اب، انجينيركس، ايه تاني، كايرو اي سي تي، حاجات كتير بجد. ديف فيست ده بتاع جوجل. في اه. بص ايفنتات بالهبل، بالهبل بجد. في ممكن لو عايز تروح كل شهر ايفنت هتروح. فانت روح كل الايفنتات، كل الايفنتات روحها. روح مثلا شارك لو انت كطالب في ستودنت اكتيفيتي. بجد لازم يكون آه عندك في ترم في حياتك، في سنة، في شهرين شاركت في ستودنت اكتيفيتي. بجد بيغير في طريقة التفكير، بيفيدك، بيعمل حاجة بجد، بيفيد بشكل غبي يعني. بس يعني لو اتحرك، اتعرف على ناس، روح هنا روح هنا، هتلاقي ان الامور بعدها بتمشي واحده واحده. تلاقي اللي هو ايه، انت خلاص بقى العجله دارت لوحدها. بس هتلاقي مثلا هنا حد من عرفته من اي تريبل اي راح منزل بتاع اي سكول ده، فراح قال لك قدم، رحت مقدم وهكذا. ف بس يعني شايف ان الموضوع ما فيهوش سحر ولا في اي حاجه غير ان انت بس مش قاعد مكانك. انت بتحاول تشتغل على الجنبين. انا بذاكر وبجتهد وفي نفس الوقت بتحرك وبروح وباجي وبروح هنا وبشتغل وبسعى وبكلم ده وبكلم ده وهكذا. بس يعني مش شايف ان في حاجه اكتر من كده بصراحه.
ممكن احط في دماغي اخر حاجه بقى موضوع التقديم ده، ان انا اقدم بقى. لكن قبلها انا رحت هنا وهنا وهنا وتعرفت. يعني انا فاكر في مره حد اعرفه، حد يعني من دمنهور، في المجال بتاعنا اكبر مني سنتين ثلاثه. فكنت بتكلم معاه في مره، دخلت عنده على الفيسبوك قلت له انا والله محتاجك، مش عارف كنت عايزه في ايه بصراحه. بس سالته على موضوع كان خد انترن في فاليو. فقال لي والله ده انا تمام. كنت مقدم. قلت له طب ازاي؟ مش عارف. قال لي انا كنت مقدم، وهو طبعا ما اتقبلتش عشان هم الفورم دي ما حدش بيبص عليها اصلا. آه، فقلت له خدتها ازاي؟ قال لي انا كنت رايح انجينيركس. انجينيركس ده انا كنت رايحه برضه نفس السنه اللي هو راح فيها، انا كنت فيها بس ما كنتش اعرف ان هو موجود يعني. قال لي فاليو كان لها بوس هناك، فرحت اتكلمت معاهم لقيت حد من التكنيكال، قلت له والله انا زعلان منكم، انتوا ما قابلتونيش وانا مجتهد، طب ممكن تبص على السي في بتاعي، بص الشغل بتاعي. فطلع فعلا هو كويس قوي. فراح قال له خلاص حقك علينا وبتاع، خد رقمه وبعت له بعد اسبوع ان هم خدوا معاهم الانترن. بس. عظيم. فاللي هو يعني انت، ما انت هو كحد تكنيكال شاطر جدا، وكان تقريبا وصل الاي سي بي سي، وكان ما عامل شاء شغل الله. عنده في الجامعه وفي الاكاديميه البحريه يعني. واهو والمقدم ما اتقبلش عادي، بس راح الايفنت ولقاهم موجودين، استغل الفرصه، قال ما اكلمهم، طب ليه ما اكلمهمش؟ اكلمهم. ودخل الانترفيو هكذا. علاقاتك بقى ومش عارف ايه وبتاع بس، وانت اسعى وخلاص. ما وما تحبطش يعني، ما تقدمش وتترفض وتحبط يعني. انا بجد بتخطى الحاجات دي في ثانيه، اللي هو يا عم انت الخسران، وهكمل بقى عادي بجد. بس ده ممكن اقول يعني في حته ان انت تلاقي شغل. وطبعا في بقى حاجات فعلا جروبات كتير قوي على التليجرام والواتساب، وممكن لو عملنا الجروب ده مفيش اي مشكله. عادي بتبدا بإذن تقدم في الله. الحاجات دي برضو. بتبدا تشوف عادي يعني برضو. ده مش بقول ان انت ما تقدمش، لا قدم برضو. بس يعني ما تحطش ان ده ايه، ده الحل الوحيد، في حلول تانية كتير. بس. تمام. ايه اخطاء عملتها في السنتين اللي فاتوا دول لو رجع بيك الزمن ما كنتش تعملهم تاني؟ هو اعتقد لو رجع هعمل نفس الحاجه تقريبا. بس الغلط اللي انا واعي بيه، ومش عايز اكمل بيه ال4 سنين دول، او السنتين الجايين قصدي. ان انا ركزت قوي في المجال بتاع الاي اي. يعني انا لا اتاسست كسوفت وير انجينير، اللي هو ايه، يقول لك ابدا في الاول سي بلس بلس او بي ده ستراكشر، حل مسائل مش عارف ايه بتاع. انا عملت ده كويس. بس في انك لازم تتاسس كسوفت وير انجينير حرفيا. يعني ان انت يبقى عندك الاساس انك تدخل اي تراك بجد. ان انت ما تستهدفش تكنولوجي، او لا يعني مش بقول ما تتعلمش، يعني انت تتعلم التكنولوجي بتاعتك. انا ما مثلا تبداش خلاص انا بيها. دلوقتي مركز في التراك الاي اي، او مش شرط حتى ابدا بيها كمان عادي. بس انا دلوقتي مركز في الاي اي وخلاص بقى. ديب ليرنينج بقى، باي تورش، كمبيوتر فيجن، مش عارف ايه، خلاص هو ده المجال بتاعي ودي كليتي وده اللي انا حابه وده اللي جاي وكل حاجه. مش مشكله. بس انا لا، ما ينفعش، لازم انا كسوفت وير انجينير انا عارف مش كل حاجه بس عارف الاساس القوي اللي انا يخليني قاعد في اي تراك، قاعد حاطط رجل على رجل. بجد لازم نركز في الاساسيات بشكل غبي. مش قصدي هنا الاساسيات اللي هي سي بلس بلس او بي ده ستراكشر، لا. في اساسيات كتير. في حاجات مثلا في الجافا، في ان انت تكون عارف مثلا تاخد زي باترن بالجافا. مثلا في حاجه اسمها قول معايا، تاخد برضو الميموري مانجمنت سواء بالسي بلس بلس او بالجافا. مثلا اوبريتنج ممكن سيستم. تتعلم اوبريت ده اوبريتنج كده كده، سيستم. ديستريبيوشن سيستم كده. الانبوت والاوتبوت والان اي او النتورك والرياكتيف بروجرامينج فاندمنتالز. والداتابيز. حاجات كتير. النتورك طبعا، وحاجات كتير قوي لا 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 حاجات كتير. ف برضو يعني برضو حاجات تبقى كتير. تكتب للشباب برضو جوه الجروب ما فيش باذن اي الله. مشكله يعني. كنت يكتبوا. عامل واحده بالجافا والله من اسبوع كده، ممكن ابعتها. لو انت مثلا عايز تبقى سوفت وير اركتكت بالجافا جامد ومعاك فريم ورك كمان هبعتها. فلازم، وفي لغات كتير يعني سي بلس بلس ممكن تبدا بيها. بس بجد لازم تهتم بالاساسيات بشكل غبي. انت لو متاسس كويس وبتعرف تحل مسائل على الكود ايزي وميديوم كده 100 100، خلاص انت هتقدم على اي تايتل بعد كده، هتعرف تشتغل او هتعرف تجمب من جوب لجوب بسهوله. بسهوله قوي كمان. عظيم. انت عظيم. بتعرف تكتب كود، هتكتب كود في اي يعني. انا مثلا متعلم سي بلس بلس كويس قوي يعني، شايف ان انا حطيت فيها وقت في الاول. فدلوقتي مثلا اجي اتعلم، مثلا جيت كان عندنا من شهر كده جافا في الكليه، ما خدت جافا قبل كده. حرفيا هي قاعده نص ساعه.
عرفت الفرق، اه، الفروقات بالظبط ايه، خلاص انت سينتاكسز. ممكن ترجع بالظبط. فلا يعني الاساسيات مهمه قوي. انا الحمد لله يعني احاول ان شاء الله السنتين دولت او السنه ونص يعني ايا كانوا هشتغل على باقي الاساسيات اللي انا ما كملتهاش، ومكمل عادي في التراك. بس الاساسيات او كسوفت وير انجينير يعني اتعلم انك تبقى سوفت وير انجينير قبل ما تتخصص في حاجه. انت سوفت وير انجينير، انت بتكتب كود، عارف البيزكس، عارف كل حاجه في الاساسيات بتاع. عايز بقى تخش تكنولوجي، في ثانيه هتلاقيك بتتعلم التول واشتغل سويتش بسرعه. على طول. فانا يعني دي غلطه. او بص، هو انا لو كنت من الاول كنت هعمل نفس اللي انا عملته عادي، ان انا اتاسست باللي انا كنت عارفه ساعتها. يعني حد قال الاساسيات كذا كذا فانا رحت اتعلمت اساسيات ديت. لكن لو كبرت شويه لا، ده في حاجات اكبر، فانا بحاول اصلح بقى اللي انا ما عرفتوش في الاول. فاهمني؟ او يمكن لو كنت اتعلمت ده في الاول ما كنتش هستوعبه مثلا. برضو يعني كل اللي حصل خير عامه. بس لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي انا عملته عادي. عظيم. طيب يا عبد الرحمن، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الشغل ليك كطالب والستودنت اكتيفيتيز اللي دخلتها. عاوزين نعرف ده هل كان بيأثر على دراستك الجامعية عموما والجي بي اي ولا لا؟ هو اكيد كان بيأثر، اكيد. بس يعني عادي، انت ممكن تعمل الاثنين. كان بيأثر ان هو انت طول الترم مثلا بتحضر ماشي وكل حاجه، بس مش بتذاكر، او حاجه بتيجي تجمع مثلا في الميد او الفاينل او هكذا. فهو كان بيأثر بشكل ما. بس يعني انت لو عايز تعمل الاثنين مع بعض هتعمل الاثنين مع بعض عادي. كان في ناس بتروح بتشتغل. يعني اعرف ناس كتير قوي في اي تريبل اي كانت حرفيا وقتها كله الاي تريبل اي، وكانت بتجيب عادي جي بي اي كويس، تطلع من الاوائل كمان. فلا عادي، هو مش شرط، بس هو بيأثر. يعني في ناس مش بتعرف تعمل الاثنين. هو على حسب اهتماماتك، انت لو مهتم انك تجيب جي بي اي عالي هتجيب وهكذا. بس انا كنت سايبها عادي، اللي هو ايه، بعمل اللي اقدر عليه وخلاص في الاخر. يعني مثلا في الميد كنت لا بحاول ان انا اسبوع الميد مثلا لا كله مذاكره. في الفاينل نفس الكلام، كله مذاكره الشهر ده كله. فاعتقد كانت الدنيا بتتلم يعني لحد ما. وعادي يعني، هو مش مؤثر عليا يعني الجي بي اي لحد ما تمام عادي. عظيم. عبد الرحمن، ازاي اقدم في كذا شركة كانستركتور واشرح للناس واستفيد بالشيء اللي انا اتعلمته ان انا اعلمه لغيري، سواء بمقابل او بدون مقابل؟ هو انك تقدم كانستراكتور، يعني اعتقد في ناس كتير، يعني في شركات كتير قوي دلوقتي بتحتاج اصلا انستراكتورز. فالموضوع انك تتقبل فيها سهل. لكن خلينا نتكلم عن الشغلانه نفسها. هي شغلانه مش سهله والله. يعني انك اصلا تبقى واقف كده قدام الناس، الاجنده كلها في دماغك، ماشي بالسيكونس كويس، بتشرح، بتتفاعل مع الاسئله الغريبه في الوقت. لا، هي محتاجه تدريب طبعا. يعني اعتقد الفرق في حوار معايا ده، الحوار ده معايا، ان انا كنت في الستودنت اكتيفيتيز كنت بدخل كده بوشي، اللي هو انا هدخل الترم ده اشرح حاجه معينه جديده ما اعرفهاش، فابدا اذاكرها واطلع، واروح بقى اتعلم فعلا في الجروب اللي انا معاه ده اشرح ازاي، وابدا اخطط طب اعمل ايه، طب السيكونس ده مش عارف ايه بتاع. فهي بتيجي كده، هي بتيجي طبعا بالتدريب، محدش بيتخلق انستراكتور. اي نعم، في ناس ممكن يكون عندها الموهبه دي وكل حاجه، بس انت لازم تبدا من الصفر. يعني تبدا واحده واحده، انك تشتغل مع جروب فولنتير في الاول. تعالوا هشرح لكم ده. يعني الناس اللي ما خدتش الفرصه انها تدخل ستودنت اكتيفيتي تشرح كانت بتعمل الموضوع ده. يعني كنت اعرف ناس بتعمل الموضوع ده، اللي هو لو حد ما دخلش مثلا بتلاقيه مثلا مجمع خمس ست اصحابه، انا هذاكر لكم الماده ديت، ويبدا طول الترم معاهم يشرح لهم الماده وهكذا. فبس لازم انك تكسر الحاجز ده وتبدا فعلا تتدرب انك تشرح. وبعد كده بقى لما تقدم على شغل خلاص، انت عندك اوريدي المهاره انك تشرح او هكذا وبتاع. بس فهي محتاجه تدريب، وتدريب كتير كمان، وخلاص يعني تتدرب وتجرب كذا حاجه. تجرب مثلا تمشي بالطريقه دي مره وبالطريقه ديت، سيكونس تشقلبه مثلا. تجرب طرق مختلفه ان ازاي الناس تركز معاك او تتفاعل معاك. ايه الحاجات اللي انا محتاجها عشان اشد الراجل ده معايا. يعني اعتقد في حاجه كده بيقول لك 55% البادي لانجوج بتاعتك لازم، 38% التون بتاع الصوت عالي ولا واطي، ازاي اعلي الصوت في حاجات معينه، ازاي اوطيه، 7% المحتوى. يعني انت اهم يا حاجه عندك. اه والله النسبه دي حقيقيه يعني. ان انت مثلا دلوقتي انا لو واقف ثابت كده خلاص، انت ولا هتهتم الراجل ده عبيط ولا إيه. لكن لو انت بتتحرك ايدك، بتشاور على حد، بتمشي في مثلا لو مكان متاح انك تمشي فيه، بتعلي مثلا صوتك في الحاجات المهمه، مثلا ركزوا معايا، تبدا تعلي صوتك، تتك على حاجه،
تبدا صوت عادي، هكذا في اختلاف في نبرات الصوت. ده مهم جدا. طبعا اهم حاجه البادي لانجوج، انك تبص على كل الناس، ده مهم جدا. بس وبعد كده المحتوى يعني، حضر ان انت كسوفت سكيلز عندك كويسه، وبعد كده المحتوى بقى ايه هو اللي هي اخر حاجه. بس طبعا لازم يكون محتوى محترم يعني. في المحتوى لازم تحط انك تتناقش، يعني حط كده في كل جزء معين سؤال كده يثير الجدل، يخلي الناس تتفاعل معاك، تشارك معاك. هكذا هي عامة بجد حاجة محتاجة تدريب زي أي حاجة. لو أنت عايز تبقى كويس في الجيم، انزل 6 شهور ورا بعض ماشي على نظام غذائي، ماشي على تدريب معين. عايز تبقى كويس إنك انستراكتور، جرب أول حاجة كذا، واقعد جرب حاجات كتير. اتفرج على ناس على اليوتيوب بيعلموك إزاي تشرح كويس. شوف بلانز كتير أو حاجات كتير، او طرق كتير انك ازاي تشرح، هكذا اقعد جرب بس. عظيم. شكرا يا عبد الرحمن على كلامك الجميل ده. انا مبسوط ان انت كنت معايا في الحلقه، وان شاء الله ما تكونش اخر حلقه في اس دي كاست. الله، انا اللي مبسوط والله اكتر يا زياد. شكرا.